السلام عليكم يا احلى متابعين، وحشتوني. ولو اول مره تشوفوا الفيديو، انا جميله محمد. النهارده يا حبيب قلبي هنعمل فطير المشلتت الفلاحي. هنعمله مع بعض بطريقه سهله جدا، وهيطلع معاكي تحفه. الفطير مورق وطري، وهنعرف اسرار نجاح الفطير المشلتت. قدمناه يا حبيب قلبي مع القشطه والجبنه القريش والعسل والجبنه القديمه طبعا. بالهنا يا حبيب قلبي، بشوية مية وشوية زيت. ولو زبدة أو سمنة هنعملها في البيت بطريقة سهلة جدا. وطعم وريحة الزبدة الفلاحي. وهتبقي رقم واحد، وهنعمله بالتفصيل للمبتدئين. هتعملي أحلى فطير طري وجميل ومورق. واللون طبعا والتسوية لون ذهبي، والتسوية تمام. هنعمله يا حبيب قلبي، هو يبقى شوفوا كم طبقة ازاي، وفطير مشلتت يعني على اصوله. طالع مورق وجميل، وكذا طبقة وطري. الفطير المشلتت طبعا يبقى لازم يبقى كم طبقة فوق بعضها. وطري وطعمه وريحته جميلة جدا بالزبدة الفلاحي. اكنه معمول في الريف. طريقته جميلة جدا وسهلة. وتعالي نعرف مع بعض. ممكن نعمله بالزبدة البلدي، او الزبدة النيوزيلندي، او السمنة البلدي، او السمنة النباتي، او الزيت، زي ما تحبوه. انا عاملة بالزبدة البلدي. زبدة بقري، وطالع خفيف خفيف على المعدة، وطعمه جميل وريحته جميلة قوي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا 3 كيلو دقيق، ومعانا لتر ونص مية، 1500 جرام مية فترة. ممكن بالكوباية 8 كوبايات مية. ومعانا معلقة ملح و3 معالق سكر. ال3 كيلو دقيق هياخدوا 3 معالق سكر ومعلقة ملح، يعني معلقة ملح مش مليانة قوي. هندوي بحبيب قلبي السكر والملح في المية. وبعد كده ننزل عليه ننزل بالمية على الدقيق كده. انا عايرت طبعا بالكوبايه، اللي هو حابب يعاير بالكوبايه يبقى 8 كوبايات ميه. لو انتوا حابين تعملوا 2 كيلو يبقى 6 كوبايات ميه. يا حبيب قلبي، ابتدينا نعجن الدقيق لحد ما الدقيق كده يتلم. العجينه لمت كده، يبقى العجنه تمام كده. لحد ما العجينه تنعم معانا. هنعجنها كويس جدا لمدة 10 دقايق تقريبا. نديها عجنة كده تمام بالشكل ده. هنفضل نعجن فيها لحد ما تبقى العجينة ناعمة كده وملسة. يا حبيب قلبي، يعني العجينة بتاخد مية وملح وسكر بس. اللي في عجينة الفطير بنحط بقى على الوش بتاعها حبة زيت تحت وفوق، يعني تحت العجينة زيت وحبة، وعلى الوش كده بس. كده تمام اوي. ولازم نجيب الدقيق متعدد الاستخدام، يعني دقيق لكل العجين، يعني او كل المخبوزات. يا حبيب قلبي، هنسيب العجينة ترتاح لمدة نص ساعة. هي حبيب قلبي سيبناها لمدة نص ساعة، غطيناها طبعا. هي حبيب قلبي العجينة ارتاحت تمام، بتمط معايا كده، يبقى كده ارتاحت وتمام. ادام العجينة شايفاها كده تمام، يبقى كده الدقيق معاكي ناجح وحلو. يا حبيب قلبي، هنقطع العجينة. هنقسم العجينة الى اربع اجزاء، يعني 4 عجينات كده. يا حبيب قلبي، هنكورها كور كده، وهنبتدي بقى نشتغل ونركبهم على جنب، ونشتغل بواحدة الاولى. ادام العجينة بتطلع معاكي تمام وناجحة، يبقى دي كويس جدا. يا حبيب قلبي، هندهنها زيت كده عشان ما تنشفش الوش بتاعه. بعد كده هنغطي الباقي، ونبتدي بقى في اول عجينة. هنبتدي يا حبيب قلبي العجينة، بص يعني هي ماشية لوحدها، انا ما عملتش فيها حاجة، هي بتمط لوحدها
والكور نفسها يعني العجينة جميلة جدا. انا عملت اول واحدة. احنا هنعمل 15 كورة، يعني غير اللي هي الكبيرة دي تبقى 16. عشان نعمل طبقات للفطيرة، تبقى كام طبقة كده مورقة. مش على التعليمات كويس يا حبيب قلبي اللي لسه مبتدئين يعملوا فطير، ودي طريقة سهلة جدا هيعرفوا يعملوها يعني. في كذا طريقة، بس انا اخترت الطريقة دي تكون سهلة ليكم من غير ما تفردي العجينة قوي ولا تورقيها، يعني تفرديها قوي وعاوزة يعني مكان واسع او الكلام ده. لا، العجينة دي هنعمل فطيرة وعلى الرخامة بتاعة المطبخ بتاعتنا. انا هو يا حبيب قلبي عملت 15 كورة صغيرة وواحدة كبيرة، يبقى بس 16 كورة. لو انا عملت كل الكمية يا حبيب قلبي وغطيتها، طبعا دهنتها زيت على الوش عشان ما ينشفش وغطيتها. هنبتدي بقى في اول فطيرة، ومعانا 700 جرام زبدة لو حابين، ومعانا كوباية زيت. لو حابين تقللوا الكمية عادي، انا فاض مني زبدة. ممكن يبقى 500 جرام زبدة على كوباية زيت. اه يا حبيب قلبي، انا سخنت الزبدة، بس سخنت الزبدة ده بقى انا احط ايدي فيها استحملها، وحطيت عليها كوباية الزيت. ممكن لو مش حابين نحط نص كوباية زيت. اه يا حبيبي، هنبتدي في اول طبقة اللي هي الكبيرة، اللي هي العجينة الكبيرة. هيبقى نبتدي نفرد كده باطراف ايدينا، تبتدي تتفرد معانا بكل سهوله. انا ما عملتش اي مجهود، هي العجينه بتتفرد لوحدها. يعني مسكت اطرافها كده، شدت نفسها وبقت تفرد لوحدها جدا. ما تخافوش ومش هتقطع منكم. لدرجه هي عماله تتفرد ونزلت من تحت يعني من على الصينيه. ممكن تعملي بالعجينه دي فطيره، بس ممكن تفرديها يعني تطبقيها كذا طبقه كده، عملتي فطيره زي فطيره الافران كده بعجينة صغيرة بس احنا هنعمل فطير مشلتت بقى، يعني كذا طبقة. الطريقة دي سهلة بالنسبة لكم اللي لسه مبتدئ. وكده هيبقى فردناها. هنبتدي بقى نعمل تاني طبقة اللي هي اول طبقة في ال15. ممكن نعملها 20 طبقة، ممكن نعملها 30 طبقة. هنكبر جزء العجينة الكبير اللي احنا قسمناه نكبره، يعني بدل 3 كيلو هنقسم على العجينة نصين، ونبتدي بقى نكبر الطبقات ونعلي الفطيرة. كده يا حبايب قلبي هنبتدي ال- الفرد على الرخامة بتاعة المطبخ اهي. بتبتدي تفرد معانا يا حبايب قلبي، بنشدها من اطرافها كده، بتبتدي تتفرد معانا بكل سهولة ومن غير اي مجهود. الفطيرة ما بتاخدش وقت، بس هي كذا طبقة ممكن تاخد منك وقت. اهو يا حبايب قلبي حطينا على دي تاني طبقة، على الطبقة الكبيرة دي الطبقة الأولى في ال15. يا حبيب قلبي بنظبطها ونحطها على الطبقات فوق بعضها. ادي تالت واحدة هنفردها. حبيب بص، احنا بنفرد بأطراف ايدينا كده. انا مش بضغط ولا بفرد بالعجينة قوي ولا كده، لا، بفرد بالعجينة بتمشي معايا علشان انا بحطها في الزبدة، وبقوم بنفردها بالزبدة. يعني العجينة بتمشي لوحدها السمنة بتخليها تتفرد معاكي. هي بقلبي بنفردها، نديها هوا كده عشان تتفرد معانا. شدي بالراحة ما تخافيش وتفرد معاكي بكل سهولة. هيبقى بتشد الاطراف بتاعتها، وحتى لو اتقطعت منك مش مشكلة، هو الطبقات فوق بعضها مش هتبان ولا يحصل اي حاجة. هيبقى قلبي بنفردها ونحط الطبقات فوق بعضها. اه يا حبيب قلبي، دي الرابعة. بنفرد اطراف بنكبرها كده، يدوبك يعني من جوه لبره، من جوه لبره. بعد كده نقوم ماسكين الاطراف العجينه بتتفرد معانا وتشد معانا بكل سهوله. هيبقى قلب بعد كده نحطها على الفطيره، على العجينه الطبقات الاولانيه،
وهكذا. وعملنا كل العجين بالشكل ده وبالطريقة دي. في طرق تانية مختلفة ممكن نعملها، بس انا حبيت اعمل الطريقة ديت. اللي لسه ما بيفردوش قوي العجين او بيكبروها قوي او عاوزين مكان او ممكن يغلطوا او مش عارفين يكملوها او كده يعني. حسيت ان الطريقة دي انسب ليكم اللي لسه مبتدئ. طبعا في ناس محترفين في الفطير والكلام ده. هو يا حبيب قلبي، كل طبقة بنحطها في الزبدة، بعد كده ايه بنبتدي نفردها من جوه لبره كده يا حبيب قلبي بالراحة على اطراف ايدينا، مش بنضغط على العجينة. بنفردها بكل سهولة من بره لجوه كده. الحتة الرقيقة ما بندوس عليها تاني، بندوس على الحتت اللي هي فيها تحس انها ماسكة نفسها كده. وبعد كده بقى تفردي تديها هوا كده من الاطراف وهتتفرد معاكي جدا. تحس عاملة زي لبانة كده بتتفرد معاكي بكل سهولة. اه يا حبيب قلبي، ممكن نعمل الفطورة بزيت، ممكن نعملها بسمنة نباتي، سمنة بلدي، زبدة بلدي، زبدة نيوزيلندي اللي هي الزبدة النباتي دي. اللي انتوا تحبوه، اي حاجة دهان للفطيرة هتمشي معاكم وهتبقى جميلة. بس انا والله العظيم عملتها بالزبدة الفلاحي. الزبدة دي زبدة بقري، ممكن تعملها بزبدة جاموسي برضو بتبقى تحفة وطعمها فلاحي جدا. اتعملت بقى في فرن بلدي، فرن بوتاجاز، فرن اللي هو العادي. انا عملتها في البوتاجاز عادي جدا، بس لو بوتاجاز بيقيد من فوق وتحت ده تمام. الفطيرة ما بتاخدش سوا خالص، ما بتكملش 10 دقايق وبتستوي معانا. اهي حبيب قلبي بنفرد الطبقات طبقة فوق طبقة. ممكن نزود الطبقات دي عشان ممكن تكبري الفطيرة حسب ما انتوا حابين ومحتاجين، حسب المتوفر عندكم. انا كان متوفر عندي الزبدة البلدي في الفريزر، طلعتها وجبت دقيق وعملت. انتوا متوفر عندكم السمنة اللي هي النباتي تنفع، الزيت النباتي ينفع، بس زيت تموين تقريبا، زيت نباتي نضيف يعني. سمنة عادية، سمنة بلدي تنفع حسب ما انتوا حابين. بس الزبدة اللي انا عملت بيها زبدة بقري او زبدة جاموسي طعمها فلاحي جميلة جدا وخفيفة على المعدة، ما بتتعبش. اكنك بتاكلي فطير. ما في ناس بيعملوا فطير تقيل كده، لا، الفطير اللي عملته تحس ان هو خفيف مش تقيل ولا بيتعب ولا اي حاجة. طبعا بقى تحس باكل الريف بقى، الجبنة القديمة والجبنة القريش والقشطة البلدي والعسل الاسود او عسل ابيض زي ما انتوا حابين تاكلوا بيها. هيبقى انا خلصت الطبقات وبعد كده لميت العجينة. هنبتدي بقى نفردها في الصاج ده اول فطيرة. هيبقى قلبي انا لميتها بالشكل ده. في طرق تانية ممكن نعمل فيديو تاني للفطير اللي هو فطير الافران بقى، وفطير بطريقة تانية. او يا حبيبي دي فطيرة تانية. لميتها برضو بتلميها كده بالشكل ده، وبعد كده بتفرديها بقى في الصاج. تقومي لميها وتقومي حطها في الصاج بالشكل ده، وتكوني مسخنة الفرن قبليها بكتير. تكون الفرن يكون سخن جدا قبل ما احط الفطير. ودي حبيب قلبي دي قشطة بلدي، انا حبيت احطها على الوش كده بس ما بتفرقش خالص. اي حاجة ممكن مش متوفرة ما نحطهاش، او قشطة من السوبر ماركت، لا دي قشطة بلدي بلدي. اي حبيب قلبي تلات فطيرة. وفي الرابعة انا عملتها برضو تقريبا ما صورتش، وعشان بس ما اطولش عليكم الفيديو، في تفاصيل كتيرة بس انا مسحتها. وفي بتوزني العجينة قد ايه عشان لو هتعملي بها مشروع او كده بتوزني العجينة وتوزني ال... العجينة يعني كام فطير، يعني الفطيرة دي تعمل قد ايه وبكام وكده. هيبقى قلبي انا حطيت الفطيرة. مش لازم تدهني قشطة، بتدهني الوش الفطيرة سمنة عادية او سمنة بلدي بتطلع تحفة.
مش مهم خالص قشطة بلدي. ادام احنا عاملينها بزبدة بلدي بتطلع طعمها جميل وتحفة ووشها تحفة، والطعم حكاية، الطعم روعة، اكن يعني كأنك قاعدة في البلد وبتاكلي فطير مشلتت. ما بتفرقش جدا خالص عن اللي هما بيعملوها في البلد او الكلام ده. هي بقلبي عملت كذا واحدة وسويتها، لازم يكون الفرن سخن جدا قبل ما تحط الفطيرة. انا ولعت من تحت ويكون النار طايلها، تكون النار عالية قوي، وبعد كده ولعت من فوق، الوش استوى، طلعتها بكده لون ذهبي. هنشوف السوا من تحت برضو. هو يعني انت عاوزة حابة اللون ده تطلعي، حابة اللون افتح من كده تطلعيها قبلها بشوية، عاوزة اللون اغمق شوية تحمصة قوي ممكن تسيبيها. ما بتاخدش يعني اقل من 10 دقايق تكون مستوت، 7 دقايق حاجة زي كده. بس انا عشان الفرن بتاعي بيقيد تحت اللي هو وحده والاتنين مع يعني زرار واحد. هي بقلبي ونقدمناها مع الفطير المشلتت بقى البلدي على اصوله، مع الجبنه القديمه بقى والجبنه القريش والقشطه والعسل بالهنا والشفا حبيب قلبي. يا ريت لايك وكومنت كده عشان اعرف رايكم، ومتابعه بقى او اشتراك في القناه ومتابعه على الفيس. سلام يا حبيب قلبي، بالهنا والشفا.